طب اخواتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد جامد جدا. بص بقى يا عم الحاج، انا جاي اقول لك كلمتين كده على السريع، يا رب تتقبلهم مني، ما تقبلتهمش برضو انت على دماغي وكل حاجه تمام. بص يا عم الحاج، مش معنى ان انا بعمل لك حاجه مثلا، او معنى ان انا بنزل نسخه، او انا في المجال ده عامه يبقى انا مثلا هاكر في نفسي كده. لا، ما فيش الكلام ده خالص. انا راجل عادي جدا، بعمل نسخه، بنزل لك نسخه، بطلع اضحك معاك شويه زي هوايه كده. تمام، هوايه يعني، مش واخده شغل رئاسي، هوايه يعني، مش واخده شغل اساسي. تمام. طب بما اننا هوايه وكده، فمش معنى كده برضو ان انت تخش تغلط في امي. مش معنى كده ان انت لو انا مثلا ما ردتش عليك تخش تغلط، تقوم جاي غلط في امي، تقوم جاي غلط في ابويا، تقوم جاي غلط في الناس دي كلها. تمام. حابب اقول لك بس ان انا امي وابويا وكده احسن منك ومن عيلتك ومن اللي خلفوك عشان تبقى على نور يعني. تمام. فيا ريت يا ريت يا ريت لو انت انا ما فدتكش بحاجه خلاص، تلاشاني وعديني وما تشتركش عندي في القناه، او لو انت مشترك يا سيدي وخدت مني موضوع بحساسيه، الغي اشتراكك من قناتي عادي جدا، بس من غير غلط ومن غير اي حاجه، لان انا بتضايق جدا، لان انا واحد اولا امي متوفيه، ابويا ما اكيد يعني ما حدش يرضى ان حد يغلط فيه، فابوه من الاخر. تمام. ما حدش يرضى الغلط في ابوه، فملعون المجال، ملعون اي حاجه تجيب غلط لاهلي. فيا ريت لو انت تفضل على كده، وفي ناس هتفضل كده، وفي ناس هتفضل بالمبدأ ده، يا ريت يا ريت يا ريت يبطلوا، عشان هم لو ما بطلوش احنا هنقفل القنوات، هنبطل المجال ده اصلا، فالعمليه مش ناقصه يعني. فيا ريت الكلمتين دول ما يكونوش زعلوا حد، وسلام.